بص كده قرب على الجهازين، هتلاقي الجهازين واحد بالكامل، بس كل جهاز فيهم ليه استخدامات مختلفه، مع ان نفس الحجم ونفس البوصه 14 انش، بس الاستخدامات مختلفه. واحد هيكون للبيزنس وواحد للاستخدامات الثقيله. اول جهاز معانا هيكون هنا الديل لاتيتيود 5420 كور اي 7 الجيل ال11. طبعا المعالج ده بيجي من فئه جي، وده معالج مميز جدا لكارت الشاشه اللي بيجي بكارت الشاشه الانتل ايرس الجديد طبعا من انتل، مع رامات 16 وكمان مع وجود الهارد 256، والاثنين نقدر نعملهم ابجريد سواء الرامات او الهارد. المعالج ده هيكون مميز جدا لو انت محتاج جهاز خفيف تقدر تتحرك بيه، سواء انت كنت مثلا محتاجه في برامج هندسيه خفيفه او حتى حاسبات ومعلومات. الجهاز ده مميز جدا تتحرك بيه. وجود طبعا الفيس اي دي هنا مع الامبت لايت مع الشاتر اللي موجود عشان تحمي الكاميرا، وطبعا الباك لايت. الجهاز ده خفيف جدا تقدر تتحرك بيه، وجهاز يعتبر زيرو. وكمان وجود اللاينز بتاعت الويندوز، يعني تقدر تعتمد عليه ويندوز اصليه اوريجينال على الجهاز ديل لاتيتيود ال 5420. اما بقى لو جيت للقطعه الثانيه، وجود طبعا الفينجر برينت مع الفيس اي دي، بس هنا المميز ان المعالج من فئه اتش. المعالج ده هيكون مميز جدا لكل الاستخدامات الثقيله، مع ان برغم هنا كور اي 5 وهناك كور اي 7، بس الفئه بتاعت الجهاز الاتش هتميز البروسيسور بشكل كبير. وطبعا مع الكاش ال 12 وال6 كور وال 12 ثريد هيكون مميز. طبعا رامات 16 وهارد 56، لكن هنا الجهاز معالج اتش، يعني نقدر نعلي في الاداء شويه، وكمان نقدر نسترس عليه بشكل كبير. الجهاز ما احنا شايفين حالته مميزه جدا، تقدر تعتمد عليه بشكل اساسي. وكل ده مش موجود غير في منتج السورو بس. كل اللي انت محتاج تدور عليه كلمنا على ارقامنا هنسيبها لك على الشاشه، واحنا هنساعدك تختار اللاب المناسب ليك.